que Suma pueda estar أنا dolido, que por ahí متفهم إن السومة ممكن يكون متألم زعلان غضبان. حاولت ادي فرصه لكل اللاعبين. لو في لعيب فاكر ان هو بعيد عن الاستبعاد دي حاجه تانية، مشكله تانية. لو انت راضي بالشروط اللي احنا حاطينها هتكون متواجد معانا اهلا وسهلا. لو انت مش راضي بيها a lo mejor es la próxima. اتمنى لك التوفيق. بحاول كل يوم ان انا احسن من اداء المنتخب. طبعا عايز احسن، انا عايز افضل، بدور دايما عن الافضل للمنتخب او المكان اللي شغال فيه. Que Suma pueda estar dolido, que por ahí متفهم ان السومه ممكن يكون متألم زعلان غضبان. él hace declaraciones y puede dar opinión. تصريحات بيقول بعض الآراء في كل Cada uno tiene الاتجاهات. derecho a كل واحد له opinar حق اللي يقول الرأي اللي هو عايزه. كل واحد عنده. mientras no falte el respeto. Eso desde ya. أهم حاجة إن إحنا الاحترام يكون متبادل ما بيننا من اللاعب للمدرب ومن المدرب للاعب. هي دي أهم حاجة في كرة القدم. Pero realmente responder si hago trabajos لكن إن ofensivos. أنا أرد على لاعب وأقول أنا بعمل تمارين إيه هجومية Un entrenador trabaja todo, señores. جماعة يا شباب. يعني المدرب بيقوم بكل الشغل. مفيش مدرب في العالم بيشتغل دفاعي بس، ولا من كلام غير منطقي بالمرة. No es que se dedica a una sola cosa. إنه مفيش مدرب يروح يدافع بس أو يشتغل على دفاعي Repito, بس. yo puedo entender que está أنا dolido. متفهم إن هو متألم أو زعلان، متفهم جدا. Creo que le hemos dado posibilidades a todo el mundo o a todos aquellos que احنا hemos حاولنا convocado. ان احنا نكون اللعيبه كلها متواجده. حاولت probable ادي فرصه، حاولت ادي فرصه لكل اللاعبين، اعمل توازن بين كل Hay jugadores اللاعبين. que le cuesta mal adaptación. لكن في لعيبه ممكن يكون التأقلم بالنسبه لهم يكون بياخد وقت اطول او اصعب. Es un esfuerzo máximo. انا قلت que لكل nadie guardara, اللاعبين no se guardara وخاصه nada. السومه انك تديني اقصى حاجه في الشوط الاول. كانت رسالتي واضحه جدا، تديني اقصى حاجه خلال الشوط الاول انك لاعب. Y yo iba a estar feliz si un jugador a los 15, 20, 30, 40 minutos estaba cansado, quiere decir que lo había dado todo. فانا بالتالي انا حتى بقول للعيبه ده لو انت اديتني اقصى حاجه 40 دقيقه 30 دقيقه ارفع ايدك وقول انك مش قادر خلاص تاني. انك اديتني اقصى حاجه. ده اللي طلبته من Pero problema en el vestuario en el اللاعبين. primer tiempo no hubo ninguno. لكن ان انا في مشاكل حصلت بيني وبينه وبين الشوطين، لا خالص ما حصلش اي حاجه. انا فاهم كلمه المغترب. انا عارف للشعب السوري كلمه Pero المغترب. hoy tiene pasaporte sirio y son لكن يا jugadores جماعه هو sirios. لعيب سوري معاه باسبور سوري يحمل الجنسيه السوريه. ممكن عندي لعيب ممكن ما يتأقلمش بشكل قوي على الطريقه اللي انا عايزها، O que le cueste ciertas cosas او ممكن يكون في بعض الامور صعبه عليه داخل الفريق. que tiene que hacer el equipo. الفريق بينفذها. Porque como lo dijimos un día, ¿no? Uno no puede acomodar lo que انا ما اقدرش cada jugador hace en su بطريقة equipo على طريقه كل لعيب y que venga a la selección y haga lo ما أقدرش. mismo, porque sería يعني imposible العب eso. بالطريقه Imposible. ان كل لعيب احاول اريحه في المنتخب. ده صعب جدا، ده مستحيل في كره القدم. Puede no estar hoy y puede estar mañana النهارده انت convocado. مش موجود، بكره ممكن تكون موجود Con este entrenador o con otro entrenador. مع المدرب اللي امامكم او مدرب اخر. Ahora, salvo que bueno, que haya jugadores que crean que tienen un cierto privilegio. يعني لو في لعيب فاكر ان هو بعيد عن الاستبعاد دي حاجه تانية، مشكله تانية. Y que no puedan ser reemplazados por otros. انك انت ما اقدرش استبدله بلاعب اخر، دي مشكله. Evidentemente es la opinión de este entrenador. انا رايي انا كمدرب النهارده هو اللاعب الفلاني ما يكونش موجود، ما يكونش متواجد. ممكن لو ما اتفقناش نحضن بعض يا كابتن موفق ونسلم على بعض كويس قوي y se arregla el problema. واقول لك ونحل المشكله بدون شروط جزائيه وبدون اي حاجه. Me voy a casa y todo el mundo contento. وانا اروح ارجع بلدي. No se trata de dinero ni de dónde. ما فيش فلوس ولا شرط جزائي ولا الكلام ده مش في قاموسي اصلا. Yo repito, a veces uno está enfadado por no decir está caliente. ساعات ممكن y se pueden decir un montón. لعيب غضبان وزعلان ويقول كلام، لكن مع احترامي طبعا كل الكلام اللي هو لعيب كبير. اتكلم عن التكتيك واتكلم عن الفيتامينز اللي في الفريق في الطب، واتكلم عن الاتحاد، واتكلم عن مدير الفريق، واتكلم عن كل حاجه مش كويسه في الاتحاد. como si yo mañana perdí el partido con Japón. خسرت ماتش اليابان لما خسرت 5-0. me la agarro con la federación, con los médicos, con los utileros, con ustedes, con la gente. مسؤول المهمات غلطان والدكتور غلطان واللاعب الفلاني غلطان. uno está al servicio de la selección y de un país, señores. انا مستعد نخدم المنتخب واخدم البلد اللي انا شغال معاها. bienvenido. بكل التواضع. لو انت راضي بالشروط اللي احنا حاطينها تكون متواجد معانا اهلا وسهلا. لو انت مش راضي بيها a lo mejor es la próxima. اتمنى لك التوفيق وممكن تكون متواجد في المستقبل. repito, lo importante no es Cooper, لان المهم الشخص المهم مش كوبر، es el país. البلد هي دي اهم حاجه. الشعب هو اهم من اي حد. بص، عشان فريق يعرف يهاجم لازم يعرف الاول يدافع الاول. ده بناء، ده قاعده الفريق، انك تعرف تدافع كويس فتعرف تهاجم افضل. Ahora tiene que defender con 10 jugadores metidos dentro del área, no. انك انت تدافع ب 10 لاعبين جوه المنطقه، لا طبعا. Si un equipo le da seguridad defensiva, انا دايما بحاول ادي طمأنينه دفاعيه. no digo que tiene todo resuelto. بعدد قليل من اللاعبين عشان تقدر تهاجم بعدد اكبر من اللاعبين. Ya eso es importante. دي حاجه مهمه جدا، دي حاجه تكتيكيه.
حاولت الخصها ليكم. En el fútbol se juega para hacer goles. انك انت بنلعب علشان نحرز اهداف. Ahora, evidentemente también tenemos que ver los rivales que tenemos delante. لكن انت لازم برضو تحلل الفريق المنافس اللي انت هتواجهه ازاي تقدر تكسبه او تحقق الهدف من المباراه. انا دايما عايز اكتر من كده كمان من اللاعبين بتاعتي، وهي بتبقى مرحله طويله من الوقت انك تبني منتخب جديد. Intenta mejorar. بحاول كل يوم ان انا احسن من اداء المنتخب. انما المنتخب السوري منتخب دفاعي اعتقد. No me parece. انا اعتقد لا مش منتخب دفاعي. Ahora que algún partido hemos probado una cosa. في بعض المباريات كنت لازم اجرب بعض الطرق. ان ده الوقت المناسب قبل بطوله اسيا ان انا اجرب واشوف. Y esto no tiene que molestar a nadie. وانا مش عايز rivales que están en otro nivel. كلام يا جماعه، في منتخبات اعلى منك جدا النهارده في قاره اسيا. منتخبات قادمه بقوه جدا وتطورت اكتر منك كثيرا في قاره اسيا، فلازم تعترفوا بهذا. فانت بالتالي لازم تقلل الاخطاء بشكل كبير جدا عشان تحاول تطلع بنتائج ايجابيه في خلال المباريات. Pero eso es la opinión de cada uno. لكن هو كل رأي كل شخص او محلل لو حد بيفكر ان انا pareciera ser una mala palabra, pero bueno. هي بالنسبه لي مش كلمه سيئه، لو حد يقول انا مدرب دفاعي هي مش كلمه سيئه، مدرب تكتيك، مدرب عنده انضباط تكتيكي. Yo nunca estoy conforme, siempre quiero más y siempre quiero mejorar. عن اداء المنتخب لا بالطبع، انا عايز احسن، انا عايز افضل، بدور دايما عن الافضل للمنتخب او المكان اللي شغال فيه. Y yo creo que esa es la expectativa que tenemos que tener. ده توقعاتنا واملنا حتى لبطوله اسيا ان احنا نحاول نوصل لابعد نقطه ان شاء الله باذن الله. اعذار ممكن اقولها لكم، ملاعب سيئه، اجواء لاعبين. Mira, acá lo que hay que hacer es ser humilde, trabajar, dar todo lo que podamos, تشتغل بجهد، تركز في شغلك. Más allá de que algo no nos guste, nos duela. حتى لو حاجه ما عجبتكش، حاجه ألمت بيك او حسيت بيها شعور بالالم، انت لازم تتقبل هذا. Esperar que siempre puede haber una nueva posibilidad. انك انت دايما تفكر حتى لو انت مش موجود النهارده ممكن في المستقبل تكون موجود، انت تعيش دايما على امل. Y es una cuestión de trabajo. انا متفاهم طبعا السؤال repito, لكن هرجع واقول لك دايما محتاجين شغل ومحتاجين وقت ومحتاجين عمل. Cuando miramos jugadores lo estamos mirando con ojos de acuerdo a la estructura que tiene el equipo. في بناء للمنتخب، بحاول اشوف اللعيب هيقدر ينفذ اللي انا عايزه منه او لا في النادي بتاعه. Quiere decir que a lo mejor con un poquito ajustando algunas cosas. بحاول ان انا حتى اشتغل من قبل المعسكر، من الفتره الماضيه بدانا نشتغل على اللعيبه الجديده، نبعت لهم فيديوهات نعرفهم طريقه لعبنا عشان يدخلوا بسرعه. Pueden ser que tenga un buen rendimiento. No lo podemos asegurar, pero hemos visto cosas interesantes. نتمنى طبعا، شفنا حاجات كويسه جدا من اللاعبين الجدد ان هم يقدروا يفيدوا المنتخب بشكل كبير جدا، ده الامل اللي احنا متمسكين بيه. Y pueden aportar cosas, no hay ninguna duda. بالتالي هم لعيبه كواليتي عالي جدا، فممكن يفيدوا المنتخب بشكل كبير جدا. Repito, tenemos 26 jugadores. واقول احنا عندنا 26 لاعب، مش 3 لعيبه جداد مغتربين او 6 جداد انضموا للمنتخب. Y la selección mínimamente tiene una base. فبالتالي في قاعده وفي بناء اوريدي خلاص موجود في المنتخب تم انشاؤه، بنحاول نبني عليه. Que puede gustar o no, bueno, eso cada uno después. في ناس ممكن تتفق على بعض الاسماء وناس ما تتفقش على بعض الاسماء. الاراء كلنا هنختلف في الاراء، كل واحد عنده حريه الاتفاق او عدم الاتفاق، دي كره قدم في الاخر. Y además los mismos jugadores que ya tienen muchos partidos en la selección son también los que ayudan. حتى اللاعبين اللي عندهم خبره اكتر في المنتخب هيساعدوا بشكل كبير جدا زمايلهم الجدد في التأقلم بشكل سريع. Lo que permite esa adaptación. وان هم يتقبلوهم وان هم يتكلموا عنهم بشكل كويس. Es decir, más allá que puede haber algunos cambios en cuanto al movimiento, a la estructura. حتى لو انا حاولت اغير بعض الحاجات او ان انا اجرب بعض الحاجات في بعض المباريات الوديه السابقه علشان اقف على احنا وصلنا في ايه مع المنتخب. Siempre decimos, un jugador tiene que saber lo que hace él. انا بحاول دايما ان كل لاعب يعرف حتى زميله بينفذ ايه. المدافع عارف المهاجم بيعمل ايه، والمهاجم عارف المدافع بيعمل ايه. الcompañero que está al lado. No. Cada uno de los que están كل واحد في الملعب لازم يبقى عارف زميله بينفذ ازاي عشان يقدر حتى يوجهه لو غلط. Eso también ayuda mucho. وده بيساعد بشكل كبير جدا. دي بعض الطرق ان انا اقدر اوصل بيها للاعبين بشكل سريع، ان هم يتاقلموا بشكل سريع. شكرا كثير لكم، شكرا لحضوركم تلبيه الدعوه. ان شاء الله منتخبنا بيقدم كاس اسيا جيده، وان شاء الله نرجع نجتمع بهي القاعه لنحكي كلام احلى بكثير عن نتائج بكاس اسيا. شكرا لحضوركم. Muchas gracias Carlos. Okay, شكرا. La del business la mandé. La del business la mandé. No, la del business. Ah, muy bien. Salió.